راح يكون سؤالنا هو، راح نقعد معك باللوبي ان شاء الله باكر او العقبه. سؤالنا راح يكون ليش اعتزلت وليش رديت؟ تمام. ولكن الحين اخذ بريكك واستمتع مع ربعك، والوعد ان شاء الله باكر. يعطيك معك. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وطبعا جلسه خاصه مع حميد القلاف اللي سالناه قبل يومين السؤال ليش تركت وليش رجعت. هذه الجلسه راح نقعد نسولف معاه ونعرف عن هذا الموضوع اكثر واكثر. حميد، اول شيء حياك الله، ودنا تكلمنا شلون معسكركم في قطر وشلون الاجواء. اول شيء الله يحييك. طبعا اول شيء يعني قطر بلدنا الثاني، والله يديمها عليهم الامن والامان، ويديم على دولتنا الكويت واميرنا الامن والامان ويحفظهم يا رب. اجواء جميله، يعني كأني قاعد بالكويت. يا سلام، اللهم امين. زين، السؤال اتوقع الكل ينظر يا حميد، ليش تركت وليش رجعت؟ والله انا ما تركت عشان اعود. الله، كلام كبير يا حميد، كلام كبير. زين، ما تركت عشان تعود. بالفترة هذه شلون كانت الأجواء معك؟ انا كنت مستمر الصراحه بتمارين، يعني بتمرين خاص. مره كنا بالجيم، وفي مرات اكون مع مدرب حراس. مدرب حراس ما اقدر اقول اسمه الصراحه لان كان يشتغل كمدرب، لكن هو اخوي ومن افضل المدربين اللي بالكويت. يا سلام. زين، الحين احنا طبعا نبي نتكلم. انت مثل ما قلت ما تركت عشان تعود، ولكن ممكن نقول ان كنت مستمر بالرياضة، ولكن الأمور الفنية كانت شوي بعيدة. شلون تداركت لها مع القادسية والأمور؟ وشفنا في آخر مباريات نتائج القادسية كانت جميلة في كأس السوبر، أول بطولة في الدوري الكويتي، وثم في الدوري الكويتي أيضا كذلك شفنا التعادل في آخر مباراة مع نادي الكويت، والأجواء هذه كلها. شوف الصراحة يعني أول شيء يمكن الناس ما يمكن صارت ضجة أول ما نادي القادسية تقاعد ويا حميد القلاف. هذه ثقة من إدارة نادي القادسية، مشكورين عليها. هم اللي أعطوني هالثقة، هم اللي خلوني أرد يمكن أحسن مستوى يكون عندي. هذا دافع يعطيني إن في مسؤولية علي. يمكن أنت شفت بداية الموسم إحنا ما كنا ممتازين، كنا سيئين شوي بالنتائج، لكن الفريق يتطور ولله الحمد. مع الجهاز الفني الفريق قاعد يتطور، وإن شاء الله القادم أفضل. حميد، طبعا أنا مع انخراطي معكم في المعسكر شفت القادسية أكثر بحياتكم، معسكرات اللوبي، الأجواء هذه كلها. في أشياء أمانة أنا شفتها فيك اليوم، أنت ملتزم جدا في التمارين، يعني ماخذ الموضوع يعني نقول جدي. ولكن اليوم قاعد أيضا كذلك، مو أن اللاعبين الآخرين هم يعني مو ملتزمين، لا ملتزمين 100%، ولكن نشوف في جانب عندك أكثر بهذا الالتزام. كلمنا ليش؟ شوف طبعا أنت من تكون لاعب كبير بالعمر، وفي العمر الله يحفظك يا رب، وفي شباب صغار. أنا ما تعودت الصراحة حتى وأنا صغير أن أشوف اللاعبين إنهم مو ملتزمين، يعني حتى أنا يعني في لاعبين وايد، يعني نهير الشمري، خلف السلامة، أسماء كبيرة، فرح دبشة، العموم كان ملتزم. يعني أنا تعلمت منهم، فأنا دوري إن أنا أعلم الجيل القادم. مسؤولية، وهذا مو مسؤولية، هذا يعني تكون ملتزم برا الملعب، راح تكون ملتزم داخل الملعب بالتكتيك، بالمدرب. المدرب مرات يعني يسوي يعني على قولتهم خطة. احنا الناس كلها عبالهم انها 4-4-2 عادية خطة، لكن في شيء اسمه داخل الملعب تكتيك، ممكن انت ما تشوفه، ممكن في لاعب مجهول الهوية، فهذا اللاعب انت تشوفه ملتزم اكثر خارج الملعب. بس تبي صدق حميد، انا اللي عجبتني اكثر شيء انا ما تركت لكي اعود. حميد شكرا لك. رسالة أخيرة ودك تقولها اليوم حق جماهير القادسية؟ نتمنى أول شيء يدعمهم ويانا، وإذا واحد حضر عن 1000 واحد عندنا، لأن احنا عارفين الأوضاع، ونتشرف فيهم كافي بس بدعواتهم لنا. حميد والله أنا بغيت أبطل إصراري، عرفت كنت باخذ معك جلسة، ولكن التصريح اختصر، التصريح هذا أمانة اختصر الجلسة اللي كنت متوقعها. شكرا لك، شكرا لوقتك، كل التوفيق لكم ممثلين الوطن اليوم في هذه البطولة، بطولة مهمة. يوم الأحد إن شاء الله جماهيرنا الكويتية اليوم تقدرون أنكم تدعمون نادي القادسية من قبل منصات التواصل الاجتماعي على قناة رياضية أو صفحات نادي القادسية، أو تقدرون اليوم أنكم تحضرون المباراة والتذاكر بالمجان. نزلنا لكم هذا البوستات، وكذلك نادي القادسية نزل لكم إياه، تقدرون تواصلون معاهم وتشوفون الطريقة وتزورونا، والساعة المباركة اللي تشوفون اللاعبين وإخوانكم يلعبون. ودعمكم اليوم يشجع اللاعبين مثل ما سمعنا من حميد ومن لاعبين آخرين. الآن استودعكم الله في أمان الله.